أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في قناتنا. النهاردة درس جديد من دروس قناتنا دويتش ميت فيا. الظرف في اللغة الألمانية Adverbien. الظرف في اللغة الألمانية Adverbien أحد أنواع الكلام اللي بتلزم حالة واحدة وما بتتغيرش. والظروف في اللغة الألمانية الأدفيربيان بتحدد يا إما مكان يا إما زمان يا إما كيفية حدوث حدث ما. ويختلف الظرف عن الصفة في اللغة الألمانية دي أدجكتيفه، فالصفة تشير فقط إلى حالة الاسم مثل eine gute Tennisspielerin يعني لاعب تنس جيد، أو ظرف فيمكن يشير إلى الفعل viel lernen، أو صفة زي sehr gut يعني جيد جدا، أو ظرف آخر زي sehr gern يعني بكل سرور. في اللغة الألمانية 6 أنواع من الظروف. أول ظرف هو ظرف المكان Lokal Adverb، وهو ما يدل على مكان حدوث الحدث. ناخد بايشبيل Auf dem Hügel dort hinten steht eine Moschee. على التل هناك يوجد مسجد. dort يعني هناك. Der Mann dort hat keine Schuhe an. الرجل هناك لا يمتلك حذاء. المثال الثالث Auf dem Dach da oben sitzen 2 Tauben. على السطح هناك حمامتان جالستان. وتاني نوع من الأدفيربيان temporal adverb، وهو ما يدل على زمن حدوث الحدث. أول مثال معنا Man sollte sich morgen und abend die Zähne putzen. يلزم المرء أن يغسل أسنانه في الصباح والمساء. وهنا ظرف الزمان morgens und abends. المثال الثاني Komm sofort zu mir. احضر إلي حالا. هنا الظرف الزمان حالا. المثال الثالث Hast du den Blitz gesehen? Gleich wird es donnern. هل رأيت البرق؟ سوف ترعد الآن، أي بيجي الرعد بعديها. الدال على الزمان gleich wird في الجملة ديت. تالت حالة معانا النهاردة الظرف الدال على الكيفية أو الحال modal adverb، هو ما يدل على كيفية حدوث الحدث. ناخد أمثلة. أول مثال معانا morgens trinket mein Mann gerne eine Tasse Tee. يحب زوجي تناول كوب من الشاي في الصباح. gerne eine Tasse Tee تناول كوباية الشاي كل يوم الصبح. ده الحال أو الكيفية بتاعته. Das haben Sie sehr gut gemacht. لقد فعلت هذا جيد جدا. وهنا الدال على الكيفية أو الحال gut gemacht أحسنت أو جيد جدا. المثال الثالث Auf Herbert wartest du heute vergebens. liegt im Bett und hat eine starke Grippe. انتظرت هربت كتير وعبس، يعني انتظار ملهوش داعي النهاردة، وهو في الفراش مصاب بإنفلونزا شديدة. هنا الظرف الحال على الكيفية إرلكت يعني راقد أو نايم. الحالة الرابعة إن في كتب النحو الألمانية أنواع ظروف كتير قوي أدفيربيان، منها الظرف الدال على السبب زي كاوزال أدفيربيان، وفي الظرف عوض عن جملة زاتس أدفيربيان، والظرف دال على الاستفهام فراجة أدفيربيان، وفي كمان ظرف واقع كضمير برونومينال أدفيربيان، وفي كمان ظرف واقع كرابط كونيونكسيونال أدفيربيان. وممكن نستخدم الظرف كنعت قبل نعت أو قبل ظرف آخر. ناخد أمثلة. Das Neugeborene hat so kleine Fingerchen. لدى المولود الحديث أصابع صغيرة جدا. الظرف بتاعنا هنا Neugeborene يعني مولود حديثا، ظرف زمان. مثال تاني Die Vorlesung war heute sehr interessant. كانت محاضرة اليوم ممتعة للغاية. الكلمة الدالة على ظرف الزمان war heute اليوم، والنعت أو الصفة interessant. المثال الثالث بتاعنا Der Unterricht bei Frau Wunderlich ist immer ziemlich langweilig. الدرس مع السيدة Wunderlich دائما ممل وطويل بعض الشيء. هنا الظرف بتاعنا immer ziemlich يعني دائما، ولangweilig يعني ممل.
ده هي دي النعت أو الصفة بتاعتنا. احنا كده خلصنا درس النهاردة، ولو عجبكم الدرس دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو ما كنتش اشتركتوا معايا في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.